السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أحبائي الرياضيين بطلة جديدة من قناتي محمد الأصبحي من مالك الكرة، حول موضوع لماذا تم استبعاد اللاعبين 10 لاعبين من منتخب الناشئين والمؤامرة على الكرة اليمنية باتفاق يكون مع الاتحاد اليمني. قبل ما نبدأ لكم بهذا الموضوع نقول لكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من قناتي محمد الأصبحي من مالك الكرة. اليوم الخبر هو قبل يومين أو 5 أيام سمعت أنه تم استبعاد 10 لاعبين بفحص الرنين. مدري نغمة التلفون رنين، مدري ايش هو الرنين هذا وانا داري ايش هو. يعني تم فحص الرنين وتم استبعادهم قلق تجاوزوا السن القانوني للبطولة القادمة. طبعا لو قد تشوفوا انا مؤامرة على الكرة اليمنية بالفعل، ومؤامرة على نجوم الكرة اليمنية، وكذلك باتفاق مع الاتحاد اليمني. وأنا أقول ذلك ليش في بطولة قريبة يتم استبعاد نجوم، استبعاد لاعبين؟ طيب هو بالعقل يعني اللاعبين اللي بيجيبهم يلعبوا في البطولات القادمة، ناشئين، آسيا، كأس العالم، أكيد يكون عمر محدد والمدرب يعرف ان هذا عمر اللاعب بيوصل لسنة 2023 بيكون عمره كذا، اكيد بيضرب احتياطاته والحسابات. يعني ليش لما في بطولة قريبة يتم استبعاد النجوم البارزين؟ لو كنت تشوفوا البطولة السابقة اللي في الأردن في الناشئين تم استبعاد حمزة السرابي النجم والقائد المنتخب اليمني، وتم استبعاد بعض اللاعبين بحجة انه تجاوزوا السن القانوني، وصورهم تبان تعرف، يعني صور اللاعبين اليمنيين تعرف انهم صغار، تمام؟ يعني وقد تشوف صور اللاعبين زي سوريا والعراق والسعودية يعني اعمارهم توصل لاكبر من ال17، ويقول لك هذا هو الجو الطبيعي والمنفوخ. نحن ما علينا من هذا الحاجة، لكن نقول وقد تشوفوا الوقت او التوقيت متى هي البطولة في تاريخ 7/5 في شهر تاريخ 7/5 مايو بطولة كأس آسيا للناشئين، تمام؟ ومتى تم استبعادهم؟ الآن قبل 5 أيام أو 6 أيام، يعني قبل نهاية شهر 2، لأنه بيكون معاهم شهر 3 و4 معاهم شلة جديدة، يعني وجوه جديد، أكيد فيها الوساطة أو السلطة دخلت بينهم، يعني في مجموعة يعني استبعدوا 10 اللاعبين الذين هم خطيرين ومهاجمين. يجي تشوف استبعدوا عصام ردمان، استبعدوا احمد عباس، استبعدوا الحارس وضاح، استبعدوا 10 اللاعبين المميزين والطريقي. ليش؟ لانهم ايش قالوا؟ لانهم لعبوا 3 بطولات. يعني ايش قص؟ يعني لعبوا 3 بطولات، لعبوا حتى لو لعب 10 بطولات العنق ما يتدخلش، لكن شافوهم ال3 البطولات مستواهم تطور. لعبوا غرب اسيا، لعبوا تصفيات كأس آسيا، لعبوا كأس العرب، فايش يقول لك بيقدموا كرة. اليمن بتدخل في موسوعة الكرة. هذا نقول الخارجين، مثلا الخارجين اللي يحقدون على اليمن مثلا، أو إنهم في حاجة يبرزوا ناس معينين مخصصين من أندية مخصصة تبع شلة فلان فرقة حسب الله تشتي تظهر في البطولة. يعني أنا داري الآن كيف يفكروا الاتحاد هذا اتحاد والله عصابة والله مافيا، أنا داري إيش يفكروا. اطعن يا أخي، اطعن في الفحوصات في حال مرة مرتين 3 للسبب، وخلاص التقرير طلع وأنا أسف على ذلك. طيب اللاعب فين بيروح؟ بيتحطم. حمزة السرابي سمعتوا له الآن خلاص طلع اختفى، لا طلع مع الشباب ولا نزل مع الناشئين ولا لا هو مطلق ولا مزوج، يعني ضايع. والآن هذول 10 اللاعبين المميزين فين بيروحوا؟ مع انه يتم بتتحطم. طبعا ما فيش عندنا دوري، ما شاء الله نحن الدوري حقنا الدوري الاسباني والدوري الاوروبي، يعني عندنا ما شاء الله واصل، يعني ما يلعبوا الا براس السنه و4 مباريات ويروحوا. فين بيروح يلعب؟ لانه هذه البطوله كاس اسيا بالذات
فيها نسبة بيكون احتراف كثير من المنتخبات، والأندية مثلا الخليجية مثلا حتى في أندية أوروبية بتركز على هذه البطولة، بتركز على هذه البطولة، فيتموا يشتوا ايش محترفين. فحقد، وهي طبعا الحرب من الداخل، يقول لك ما تؤكل الحبة إلا من الداخل. عدوك ما يقدرش يجي لك من الخارج أو من الدول الثانية تحطمك إلا من يد من الداخل، من الأمثال الاتحاد المحترم حقنا الاتحاد اليمني، والذي راقد ولا همه شيء. استبعدنا 10 لاعبين طيب ولا همكم إنه على الأقل يا أخي خلونا احنا يوقع لنا شرف الكرة يا جماعة الخير، خلونا يرتفع راس كل يمني في الكرة يا رجال، حتى كرة يا جماعة الخير، ما قلنا لكم سياسة ولا تطلعوا رئيس ولا تنزلوا رئيس، هذه كرة عشان تشوفوا. لكن وصلت الحرب حرب رياضيا واقتصاديا وسياسيا، يعني من الداخل ومن الخارج. طيب حتى لو تجاوزوا، يعني انا مش عارف ليش لما قريب بطولة يفعلوا هذا القانون الرنين، تن 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 هذا الرنين كيف؟ يا اخي طعن وعمارهم تبان يا اخي، حتى لو 17 سنة يمكن يا كأس العالم القادم كبروا، بس هم قدوم اصلا المدرب البعداني والشلة حسب الله مرتبين مجموعة لاعبين ينزلوهم، يعني شو جوه جديدة يعني هذونا لهم شعبية ما تحصوهم. أحمد عباس هذا كان نسميه ميسي أو قذافي اليمن، نقوم معانا، وهذا له مستقبل بيضيعوا. الآن أنا وراهم بيضيعوا، بيختفي اسمهم هذا اللي كانوا فازوا بكأس آسيا واللي وصلوا لكأس آسيا واللي كانوا بتوع شعب، بيختفوا بيضيعوا، فتشوفون في الجولات يبيعوا والله مع مترات والله مقوتين والله. شوفوا حل شوقي، تحرك، شوفوا ايش الحل، ايش هذا لامت هذه المهزلة اللي هم شرفاء اللي يرشحوا بالاتحاد يقدموا، وشوفوا ايش السبب. اذا اخي عيسي وشلته ما يحترموش الشارع الرياضي اليمني، يا اخي يوقفوا مشاركة اليمن في اي بطولة وخلاص، وننسي ان احنا رياضيين. قبل ما نختم لكم بهذا الموضوع نقول لكم فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من قناتي محمد الأصبحي ملك الكرة. هذا أنا الموضوع هذا لحد الآن أنا ياكل لي يومين 3 أيام، حصلت الموضوع هذا، خلصت الموضوع حق برشلونة وتكلمت فيه. تصبحوا على خير.